دي بقى زي ما انتم شايفين كده، تمسكها تحطها في الورقة، وما ينفعش تحطها في الحمام ولا في دورة المية طبعا، في قاعدة التواليت. دي بقى تمسكها كده اهوت وتدفنها. يا شيخ اللي انت بتقوله الكلام ده صحيح؟ اولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم اما بعد. طبعا مما نسمع قص الاظافر، الضوافر يعني، بانك تقصها، ولابد بانك تمسكها، وقبل ما وانت بتقص الاول تسمي الله على الاظافر، يعني وانت بتقص كده تسمي الله، تقول بسم الله والله اكبر، يعني هي جت بس على التكبير الله اكبر، وتمسك وتسمي الله. وبعد ما تقص ضوافرك تحطها في الورقه، وبعد ما تحطها في الورقه تدفنها. ليه بقى؟ علشان الشياطين ما تلبسكش، وعلشان الجان، وعلشان مش عارف ايه وكلام من ده. طبعا الكلام ده كله كلام باطل غير صحيح بالمره. مفيش حاجه اسمها تدفن الاظافر. اظافر ايه ولا ضوافر ايه اللي انت تدفنها؟ جبتوا منين الحاجات ديت؟ جبتوا منين الحاجات؟ الكلام ده باطل غير صحيح بالمره. الاظافر تقصها وانت ماشي في الشارع، وانت واقف في الشارع، وانت واقف في البلكونه، عايز تحطها في الحمام، تحطها مش عارف فين، ولا في اي حاجه خالص. ولكن المكان الوحيد الذي يحرم عليك بانك تقص ضوافرك وترميها في المسجد، لان هذا تلوث للمسجد. انت ممكن تقرف حد في المسجد وكلام من ده، ولكن انت في الشارع، وقاعد في المحل عندك، واقف في البلكونه، واقف في اي حته، وقصيت الاظافر بتاعتك لا شيء فيها. دخلت الحمام وانت بتقص، حطيتها وانت بتقص في قاعده التواليت، مفيش اي مشاكل. ولكن بانك لازم تسمي وتاخد ضوافرك وتحطها في ورقه وتدفنها، الله، طب ما تغسلها بقى بالمره بقى. يعني كلام غير صحيح، كلام باطل. هذا الكلام من الخزعبلات، كلام ليس له أساس في ديننا على الإطلاق. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.